السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشني كتير والله العظيم. النهاردة بإذن الله بقى كده ايه، هنعمل مع بعض كبدة، ونعمل مع بعض ايه، فراخ في الصينية. ايه يعني، انا عاملة كمية البصل دي عشان اقسم كمية للكبدة وكمية للبصل. كمية للكبدة وكمية للفراخ. معلش. المهم ايه، صلى على النبي كده يا حبايب قلبي. هي حبيبة طبعا ايه كانت صايمة، احنا كنا يوم الخميس، وهي ايه كانت صايمة وقالت لي يا ماما انا عايزة ايه، نفسي في الكبدة. فالمهم جبت لها كبدة، وهنعمل احنا بقى ايه الوراك ديت في الصينية. شوفي بقى يا حبيبة قلبي طريقتي بقى فيها، والله العظيم جميلة قوي، والصوص اللي بينزل منها بصي بتاكليه كده مع اي حاجة، لو عاملة رز عاملة مكرونة تبقى جميلة قوي. لو وصلت لغاية هنا يا حبيبة قلبي، ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس، عشان ان شاء الله بإذن الله يوصلك مني كل جديد، والقناة بتاعتي بإذن الله تكبر بيكم، وان شاء الله اهم حاجة لازم اللايك يا حبايب قلبي، الله يبارك لكم ويكبر بخاطركم يا رب. هنا بقى حبيبة بقى ايه، متحمسة بقى، صايمة وفي نفس الوقت جعانة، وايه هتعمل بقى شوية كبدة ايه. هي بسم الله ما شاء الله بتحب تعملها يعني. كده بقى هي قطعت الشطة دي على فكرة حراقة أوي، هي بتحب يعني الحاجة الحراقة. قطعت الشطة ورمت عليها بقى ايه البصل. في ناس بتدي الكبدة صدمة، هي ساعات برضك على فكرة بتديها صدمة الأول، بعد كده ترمي عليها البصل. بس هي النهاردة قلت لها هعملها كده، يعني هعملها كلها مع بعضها. هي بقى كده حطت حتة تومة في النص. ايه، التوم جميل برضك وبيفرق جامد في طعم الكبدة. هي بقى تقلبها وايه، وهتوطي عليها بقى وتسيبها مع نفسها كده ايه تستوي. احلى شويه كبده والله العظيم تاكلها من ايد حبيبه بجد، مش عشان هي بس، والله العظيم بتعملها جميله. صل على محمد. عليه الصلاه والسلام. كده بقى انا نقلتها ايه على العين التانية، عشان ايه هنا بقى ايه، شفت ديت الحله دي فيها شوربه بط. انا كنت عامله قبلها محشي بتنجان ومحشي كرنب، بس انا عملت الكرنب وسبت البتنجان، قلت ايه تاني يوم اعمله. انا مكلفتها بقى هنا بقى ايه في الحته دي عشان خاطر ما يجلدش تاني يوم. الشوربة دي بقى ايه، هسيبها تغلي بقى طبعا، عشان ازيد بيها ايه حلة المحشي. احنا بنحب نعمل مكرونة جنب الكبدة او الفراخ، بس طبعا بقى مادام موجود محشي فما ايه ما عملناش يعني ولا مكرونة ولا رز. هنا بقى الحتة اللي وراكوا دي بتاع الكنبة دي بقى، انا هرتب كل الحاجة اللي فيها ديت. انا كنت قلتلكوا في الفيديو اللي فات على طول ده، ان انا ايه يعني مطلعة كل الحاجة دي من المطبخ، عشان ايه يعني مفاجأة برضك، وهوريها لكم برضك ان شاء الله، اعمل لكم فيديو ليها برضك. اكيد طبعا انتوا عرفتوا انا مطلعه كل حاجة من المطبخ ليه. هشيل كل حاجة من على الكنبة بقى، هرتبها كده. الشنطة ديت انا كنت لسه خابزة يعني، وحاطة العيش فيها، هدخلها جوه وهعدل الكنبة دي كلها كده. ما تنسونوش يا حبايب قلبي كده في دعوة كده حلوة من قلبكم، وتصلوا على النبي في التعليقات. وما تنسوش بالله عليكم، ربنا يكبر بخاطركم يا رب، اللايك، عشان انتوا عارفين ان اللايك طبعا بيكبر القناة والمشاهدات يا حبايب قلبي. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالكم يا رب بحال الايام المفترج. لا اله الا الله. اذكروا الله يا حبايب قلبي، الا بذكر الله تطمئن القلوب. انا بقى انا هقعد اشيل كل حاجة من على الكنبة برضك، عشان يعني كانت الدنيا متبهدلة خالص. بس الحمد لله يعني كل حاجة هتروق ان شاء الله بإذن الله. انا حتى البوتاجاز برضك على فكرة، البوتاجاز حطاه في الصالة. الدنيا والله عندي بصوا يعني، بس الدنيا دي كلها الحاجة المكركبة دي ما تجيش حاجة جنب الفرحة اللي انا فرحاناها والله العظيم. حبيبة بقى ربنا كرمها ودخلت بصت على الكبدة. هي بقى ايه يعني، هي
ما بتبصش على حاجة الا على الكبدة بس، يعني لو بصش على المحشي ما بتبصش على هي الكبدة بس عشان هي اللي نفسها فيها. وصايمة بقى بصراحة، وانا ايه ما حبيتش اتقل عليها يعني. ربنا يتقبل منها ومننا جميعا يا رب. هنا بقى الشوربة غليت اهيت، هزيد بقى المحشي. لو انت مثلا عندك مثلا محشي وعملتي مثلا حلتين وعايزة تعيني حلة لتاني يوم، اهم حاجة يعني ايه تكلفتيها بحاجة، غطيها وكلفتيها كده بحتة قماشة عندك كده حلوة تقيلة، وحطيها في التلاجة عادي، وتاني يوم هتصبحي ان شاء الله بإذن الله تعمليها تبقى زي العسل. لا اله الا الله. الكبدة بقى انا هقلب لها، انا الكبدة دي بقى هي سابتها وخرجت وانا هقلبها لها انا. دي الكبدة العصافير يا ولاد، لو ما هي بتحبها يعني. هنا بقى طبعا ايه البصل دوت اللي هو بتاع الفراخ، انا قطعت عليه طماطم واحط توابل بقى، هي شوية توابل وشوية دقة وخلاص. الطريقة دي جميلة قوي يا ولاد والله العظيم، بصوا بتخليها طعمها جميل قوي. ولا وساعات بردك ممكن احط فيها بطاطس بردك، بس كمني مفيش رز وكده فانا ما حطيتش عليها بطاطس. انا النهارده كنت جايبه وراك ما جبتش فراخ. دخلي بقى كده البصل بالطماطم بكل حاجه كده تحت الجلد، زي ما انت شايفه كده اهو. والله يا ولاد لما بتبقى الدنيا متكركبه حوالين الواحد، والله الواحد ما بيبقاش عارف يعمل حاجه خالص وبيبقى مخنوق. انما ايه لما طول ما انت واقفه كده الدنيا حواليك كده، يبقى بتحسي ان انت ليكي نفس تعملي كل حاجه كده. بس برضك يعني الظروف اللي انا فيها دي دلوقتي حاليا يعني بعمل حاجه وانا مرضيه برضه. الحمد لله يا ولاد على كل شيء، بعد الصبر جبر والله العظيم. صل على محمد. اللي بيصبر بينول يا ولاد والله. خلي دايما عندنا صبر وعندنا يقين بالله ان احنا اي حاجة نفسنا فيها بإذن الله ربنا يحققها لنا، عاجلا ام آجلا بس هيحققها لنا، لان ربنا ما بيحرمش اي حد من حاجة خالص. بس هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ايه يعني جايب الحاجة في وقتها، يعني عارف ان الوقت ده هو المناسب ان انت تعملي حاجة زي كده، او هو ده الوقت المناسب ان الحاجة دي تيجي، او الحاجة اللي انت نفسك فيها تتعمل هي خلاص هتيجي في الوقت ده. انت ما تقدريش تغيري اي حاجة، ولا تقدري تأجليها ثانية ولا تقدميها ثانية. ربنا سبحانه وتعالى هو البص مطلع على كل شيء، وهو اللي بيبقى عارف كل حاجة وبيدبر كل شيء. فالحمد لله يا ولاد على كل اللي يجيبه، الحمد لله. فاصبروا على اي حاجة انتوا عايزينها، وخلي عندكم يقين بالله ان شاء الله بإذن الله. هنا بقى انا كنت بعمل الطحينة، عملتها معاكم قبل كده برضك. برضك بتبقى طعمها حلو، بتبقى يعني حلوة جنب الكبدة او الفراخ برضه، لان يعني طبعا الفراخ بتدخلها تحت الشواية بتبقى طالعة زي ما تكون انت ايه شوية فراخ كده. محمود عمال يحط لي زيت، الشطة ورانا ورانا في كل حاجة. هنا بقى هبص بقى على الفراخ اهيت، تنيك اقلبها كده يمين وشمال كده يعني عشان تستوي. وشوية الشوربة اللي انا حطيتهم عليها برضك يعني ايه يعني بتخليها تستوي معاك على طول برضه. بس برضك ايه انا احس ان يعني حسيت ان هي نشفت شوية، فايه احط لها شوية مية مغليين كده مع مكعباية، واسيبها كمان يجي 10 دقايق كده ولا حاجة. هنا بقى يا حبايب قلبي بقى ايه معلش التليفون كان رن. هنا بقى احط بقى شوية دقة بقى عليها كده، كانت حاسة ان هي برضك دلعة شوية. هي كده يعتبر اصلا خلاص، انا هقلبها بقى على الوش ده بقى ايه عشان ايه ادخلها تحت الشواية. لما تيجي طبعا انت عارفة لما تيجي تدخلها تحت الشواية، عارفة ان انت بتقلبيها على الوش اللي هو ايه الاساسي بتاعها. ما تنسونيش يا حبايب قلبي بقى كده في دعوة حلوة منكم،
واللي ما اشتركش في القناة وبيتفرج على قناتي، يعني فضلا وليس امرا ان هو يشترك لي في القناة، عشان ربنا يا رب ان شاء الله باذن الله يرزقنا ويرزقكم جميعا من حلال. والله العظيم وانتوا عارفين والله ان الواحد بيتعب والله عبال ما بيصور فيديو زي دوت. آه وانتوا عارفين المعيشة يا ولاد. الحمد لله على كل شيء. وده بقى شكل الاكل يا حبايب قلبي اهوت، زي ما انتوا شايفين اهو. احلى صينية فراخ بصراحة هتعمليها، والكبدة. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.